السلام عليكم. معنا الآن أمين عدلي الذي شارك كبديل في الجولة الثانية من هذه المباراة. أولا أمين عدلي, félicitations, c'était pas un match facile aujourd'hui devant une sélection zambienne bien organisée dans les phases de jeu, soit offensif, soit défensif. Comment vous aviez géré ce match d'aujourd'hui? Non, bien sûr, c'était une bonne équipe. Ils jouaient leur qualification. Le coach nous a répété à maintes reprises que voilà, à la CAN, il n'y avait aucun match facile, aucune équipe qui rendait des matchs faciles. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se rendre le match facile. Moi, j'ai des occasions en deuxième mi-temps où je peux marquer, je dois faire mieux. Je pense qu'on peut tuer le match. Mais après, voilà, on a été très costaud défensivement. C'est une bonne chose. Offensivement aussi. Je pense que même si voilà, on n'a pas marqué, on a montré de très belles choses. C'est de bon augure pour la suite et il faut continuer comme ça. Vous attend le prochain adversaire, c'est l'Afrique du Sud. Comment vous allez préparer le prochain match des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Alhamdoulilah, on a fini premier, ce qui nous laisse plus de temps pour le match. On va bien préparer ça. L'équipe, ils ont déjà joué contre eux l'été dernier. Donc voilà, on va essayer de préparer ça au mieux pour Inch'Allah gagner le huitième de finale. تبارك الله عليك خويا امين. كان معنا امين عدلي لاعب الفريق الوطني. نعود اليكم في البلاطو. نعود مره اخرى الى كما شفتوا انا عطيتكم هاد التصريح ديال اللاعب المتألق والمتميز امين عدلي اللي تحدث على المقابله اللي فاتت وتتكلم على المقابله ان شاء الله اللي هي مرتقبه مع جنوب افريقيا، وعبر لنا على الاستعداد التام لجميع عناصر الفريق الوطني المغربي لملاقاة الفريق الجنوب افريقي والانتصار خلال هذه المباراة ان شاء الله. ما السبب في يعني الحديث عن هذا اللاعب المتميز امين عدلي؟ لان هذا اللاعب هو الجوكر ديال المقابله المرتقبه ان شاء الله مع جنوب افريقيا. كيف؟ حنا كنعرفوا بان هذا المساء ان شاء الله اليوم الثلاثاء الفريق الوطني المغربي غادي يكون يعني كيفتقد التواجد ديال اللاعب سفيان بوفال لانه مصاب، ما غاديش يشارك في المقابله. وهذه الاصابه ديالو هي كانت يعني من قبل منذ 4 أشهر من اتصاب. هو كيمارس في الفريق الوطني في الفريق ديالو اللي كيمارس فيه تيلعب معاه في قطر. كان على المدرب وليد الركراكي وجهة نظري انه يلعبوا شوط او نصف شوط احتياطي لانه كان من قبل مصاب، ولكن هذا الشيء اللي وقع للاسف انه اصيب مره اخرى، وحنا كنفتقدوا دابا المشاركه ديال هذا اللاعب هذا اللي هو اساسي جدا في الفريق الوطني المغربي، مع العلم اننا عندنا 27 لاعب وكلهم اساسيين وكلهم ممتازين. ما غاديش نقصوا من القيمه حتى شي لاعب، لان الاختيارات ديال المدرب ديالنا وليد الركراكي المتألق والمتميز كانت اختيارات موفقه واختيارات جيده، والاسود كاملين على اتم الاستعداد باش يؤديو الواجب ديالهم. كذلك عندنا حكيم زياش ربما لن يغامر به المدرب لانه كذلك مصاب. ولهذا هذا الجوكر هذا اللي تحدثنا عليه اللي هو امين عدلي الذي تحدى الصعاب والان هو موجود مع المجموعه، وملي كيدخل يبلي البلاء الحسن ويؤدي المهمه على احسن وجه. احنا لينا الثقه الكامله في هذا اللاعب هذا اللي نعتبروه جوكر. ولماذا جوكر؟ لانه يمكن يلعب في الجهه اليسرى فين تيلعب سفيان بوفال، وكذلك الزلزولي في هذا المكان هذا يمكن يلعب، لان لما لعبش الزلزولي يلعب هو، ولا يلعب الزلزولي من بعد هو يدخل يعوض الزلزولي. كذلك بامكان المدرب ديالنا باش يلعبوا في الجهه
اليمنى مكان حكيم زياش، أو إلا خرج حكيم زياش يعوضو كذلك في هذه الجهة اليمنى. إذن هذا هو علاش قلنا الجوكير. هذا الجوكير هذا وغالبا ما يفاجئنا بتسجيل إصابة يعني بامتياز، وحنا لنا الأمل فيه إن شاء الله إلا دخل باش يسجل لنا شي إصابة ضد جنوب إفريقيا. أملنا إن شاء الله في الانتصار، واللعبة ديالنا يكونوا موجودين ويكونوا يخدموا ريتهم قبل من النية، لأن في الأدغال الإفريقية خصنا الرية، والرياض تكون متواجدة، ولنا الأمل الكبير في الطاقم التقني وكذلك في اللاعبين، ولنا الأمل كذلك في مساندة الجمهور المغربي، ولما لا كذلك مساندة الإيفواريين للفريق الوطني المغربي لكرة القدم. وإن شاء الله ننتصروا، وموعدنا إن شاء الله معكم بعد انتهاء المقابلة مع جنوب إفريقيا وتكون بالانتصار إن شاء الله. كان معكم علي لباسي، وإلى الملتقى بعد انتهاء المقابلة. تحياتي لكم.